اسمي محمد حسن عبد الله، من محافظة كركوك، قضاء الحويجة، قرية الخان. كنت أعمل منتسب في الشرطة في مديرية شرطة الحويجة، وقاموا بتعذيبنا أشد أنواع التعذيب، الكهرباء، وكانوا يضعون أكياس من النايلون في رؤوسنا بهذا الشكل ويعصبونها حتى تكاد تفارق الحياة، ثم يفيقونك بواسطة الكهرباء. كان يدخل علينا مسؤول الأمنية يرتدي الحزام الناسف ويقول بأنه إذا كان تغذيتك جيدة في هذا اليوم فتعذيبك يكون جيد بنفس الصورة وبنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد محمود مصطفى من ناحية الملتقى، قرية كواز عرب. أنا اعتقلت 5 مرات لقوات داعش، فأخذوني كل مرة 19 يوم، 15 يوم، 4 أيام. آخر مرة صار لي 3 أشهر. اجت قوات التحالف والقوات البيشمركة لإقليم كردستان وحررونا، والحمد لله والشكر والفضل لله. فكانوا يجوني علينا ياخذنا للتحقيق، يشد عيونك ويشد يديك فيكلبشك، يطلعك للتحقيق، يرش عليك مي. أول شيء هذا يسوي، يرش عليك مي ويقوم ينتل بيك بالكهرباء، ألا تعترف أنت وين منتمي. فما تعترف هو يظل يقتل بيك، تعترف أنت مصيرك الموت. محمد من قضاء الحويجة. اعتقلتني قوات داعش الإرهابية قبل 5 أشهر إلى جهة مجهولة. خلال هذه الأشهر ال5 ما شفنا ضوء الشمس نهائيا. المعاملة كانت قاسية جدا، أنواع التعذيب، حتى بالتعذيب أيضا بالسلاح، يخلون السلاح فوق الرؤوس ويعني يقول لك راح أعدمك إذا ما تعترف. فأغلب الناس تعترف من التعذيب، لذلك كثير ناس انعدموا. كما أقدم نفسي المنتسب شرطة سعد خلف علي فراج، مديرية الحويجة مركز شرطة الماحوز. اعتقلوني الدواعش مرتين، مرة قبل 7 أشهر أخذوني 20 يوم. أنواع التعذيب نتل، تشياس، كيوبالات، جلد، شفت أنواع، بالكهرباء يرد علي مي ألا أنتهي. قضاء الحويجة، قرية صفيرة علي، عشيرة الدناديش. أسلم على أهلي من قرية صفيرة علي، عشيرة الدناديش.